السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة فيديو جديد من قناة تركات في الاكلات، ان شاء الله يعجبكم. لو عندك بقى 2 بطاطس وربع كيلو بانيه، هنعمل مع بعض احلى اكلة تكفي اولادك وبسعر اقتصادي وعلى قد الايد، ان شاء الله تعجبكم وبطريقة جديدة ومختلفة. يلا مع بعض نشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا ايه. تابعي معايا الفيديو. جبت هنا طاسة على النار، قطعت فيها بصلاية وفص ثوم مفروم، وحطيت معاهم نص معلقة كزبرة ناشفة، وقلبت. طبعا المادة الدهنية معلقة زيت كبيرة. وجبت هنا نص كيلو طماطم، هضيف عليه توم باودر وبصل باودر وبهارات، بهارات فراخ، واحدة ماجي اختياري وفص ثوم وبابريكا وزعتر وربع معلقة سكر والملح طبعا. هحط التوابل بتاعتي في الخلاط، واضرب الطماطم وهضيفها على البصل. حطيتها طبعا تغلي ومش عايزاها تتسبك خالص، وضفت قليل من الكمون وظبطت الملح بتاعي. وان احط التوابل مع الطماطم وهي بتتفرم بتدي نكهة جميلة جدا. هنا جبت طاسة وحطيت فيها معلقتين زيت و3 بصلات كبار. ما تستغربوش كمية البصل، انا هقول لكم هنعمل بيها ايه. وهضيف كده فصين توم مفرومين برضو. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ان شاء الله هتعجبكم الوصفة دي جدا وهتعملوها على طول. وهدبل البصل كده لحد ما يصفر بالشكل ده. طبعا ده نص كيلو بانيه. هتقولي اول الفيديو انت قلت ربع كيلو، طبعا انا الربع التاني هستخدمه في حاجة تاني وده اختياري. البانيه ده متقطع مكعبات ومتضاف عليه معلقة زيت وزعتر وملح وشوية فلفل اسمر، وبسيبهم في التتبيلة دي شوية، بتديله طعم كمان ونكهة احلى. هقلبه كده لحد ما ياخد لون. هحط توم باودر وبصل باودر وملح وكزبرة وبابريكا وكبيبة صيني وشوية زعتر، بيدي نكهة جميلة جدا للفراخ. وضفت ورق لوري معاهم. وهقلب كده التوابل كلها عشان تاخد الفراخ، تاخد منها نكهة. وضفت فلفل الوان كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا. وشويه فلفل ضفتهم على الطماطم اللي هي قلت لكم مش عايزاها تتسبك، اللي عملناها من شويه. كده خلاص خلصت معايا، والفراخ خلصت والطماطم خلاص جهزت. جبت طاجن ودهنته كده دهنة زيت خفيفة خالص، وقطعت البطاطس طرنشات وهحطها كده في الطاجن بتاعي. عايزه اقول لكم انها اكله موفره جدا وسهله وسريعه جدا. حطيت كده رق من البطاطس وادي ربع البانيه اللي قلت عليها نستخدمه. خدت نص كميه البانيه، انا كنت مستخدمه نص، خدت نصها والنص التاني ممكن استخدمه شاورما كده مع الرز الابيض وخلاص. حطيت رق تاني من البطاطس وعليها برضو شويه شاورما من فوق. وهضيف عليها الصلصة بالشكل ده، وههز الطاجن بتاعي عشان الصلصة توصل للقاع. وهغطيه بالفويل وهدخله الفرن بتاعي. هنعمل مع بعض الرز الابيض. جبت معلقتين من السمنة البلدي، وغسلت الرز كوبايتين رز مصري مغسول، وقلبت كده الرز فيهم دقيقتين، مش عايزاه ياخد لون. وضفت له ميه وملح وشويه سكر وربع معلقه بصل بودر فقط لا غير. وهنقلب كل دوت مع بعض لحد ما الرز يغلي معايا كده تمام. هوطي عليه خالص وهسيبه يستوي. وده الطاجن بتاعي بعد ما طلع من الفرن، شكله تحفة وطعمه وريحته مش عايزة اقول لكم. هدخله ياخد وش كده تحت الشواية، طعم جميل جميل والريحة اروع.
ده بقت الشاورما الربع التاني، وده الطاجن بتاعي النهارده، ودي كانت وصفتي، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش ما تنسونيش بالله عليكم في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو أول مرة تشوفوني عشان يوصل لكم كل جديد. وده شكل الطاجن، والبطاطس دايبة، والطاجن والفراخ فيه طعمها جميل جدا. جربوها بطريقتي إن شاء الله تعجبكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله على خير.